السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. رجعت لكم الليلة بفيديو جديد. الفيديو هيكون عبارة عن a day in my life، فهوريكم شوية حاجات اللي أنا عملتها في يومي وكده. أول حاجة هنبدأ بها اللي هو السكين كير. طبعا بالصباح أول ما أصحى ده الروتين العادي حقي أنا. أول حاجة نفرش أسناننا، يعني طبعا حبيت أخد اللقطة دي لأنه في ناس كتير بتقول أنتي ليه ما فرشتي أسنانك بالصباح؟ common sense، بس يلا it's okay. حوريكم كل المنتجات اللي أنا بستخدمها في نهاية الروتين. لما يجي لواقي الشمس أنا استخدمت واقي الشمس كتيرة شديد، بس إذا أنت بشرتك سمراء أو حتى بشرتك حمضية عارفين مشكلة واقي الشمس دايما بخلي الوش لونه رمادي، فعشان كده إذا أنتوا بتستخدموا واقي شمس بستخدموا واقي شمس مخصوص للناس اللي بشرتهم سمراء. هنا عندنا البلاك جيرل سان سكرين معمول للبنات اللي بشرتهم سمراء، يعني الحمد لله أن لقينا براند بيعمل الحاجات دي. تاني حاجة خلونا نعمل شوية انبوكسينج. طبعا صاحبتي من ولاية تانية بعتت لي شوية حاجات هي حبتني ان انا اجربهم. طبعا احنا كده يعني بنبعت لبعض حاجات، مثلا الحاجة دي في ولايتي مشهورة انا ببعت لها هي بتبعت لي. بعتت لي السماعات دي للجيم. حاجة تانية هنعمل لها انبوكسنج اللي هي آلة القهوة اللي اشتريتها عشان اعمل قهوة في البيت. بسبب المدرسة بقيت اشتري قهوة من برا كتير شديد، فشفت انه الاحسن لي اشتري آلة قهوة واعمل القهوة بتاعتي في البيت. طبعا متحمسة استخدمها شديد شديد شديد. وبعد كده هنعمل الفطور. الناس ما بتاكل فطور نهائي وبتمشي على طول الغداء، ما بعرف الناس دي بتعمل كده كيف. انا بحب الفطور، والفترة دي بقيت مدمنة حاجة اسمها البيض مع الطماطم في الصباح. فاليوم اخترت ان انا اعملها بالتورتيه، اول حاجه اللي كانت موجوده عندي. في تنظيم البيت، اوكي، اول حاجه شايفين الزهور اللي كانت عندي في المطبخ دي خلاص في جزء منها سليم وفي جزء منها مات الله يرحمه، فحاجات البيت وكمان اشتري شويه زهور. طبعا بكده وصلنا السوق، مشيت مع صاحبتي دايما مع بعض، بنمشي السوق مع بعض، بنمشي المدرسه مع بعض. الآن جاء وقت إنه أنا أغير الزهور. طبعا البروسس طويل شديد بس هوريكم بطريقة سريعة. وطبعا بعد ما خلصنا الزهور ورتبنا المطبخ وعملنا الحاجات الحلوة دي كلها، وقت الغداء الليلة عملت تشيكن وينجز مع معكرونة لذيذة لذيذة شديد. اوكي يا جماعة، ازيكم؟ ان شاء الله كويسين. تمام. انا لسه قاعدة مستنية قدام بيت
واحدة من الناس اللي عملت معاها مقابلة أو appointment عشان أسوي حاجة لشعري. طبعا البنت ناشرة في الانستغرام إن هي بتعرف تعمل تظبط الشعر وتعرف تعمل حاجات كتيرة شديد، فجيت قاعدة مستنياها تقريبا لي 15 دقيقة، وقالت لي أنا بجي قريب ده وأنا في الطريق وأنا وكي أنا قلت خلاص تمام ما مشكلة عادي بتحصل. الله باص أوكي. ليه 15 دقيقة أنا قاعدة هنا في العربية مستنياها ويا دوب كتبت لي on my way، يعني جاية في الطريق. يا ستي أنا السودانية مش أنتي. المهم فقاعدة أعاين في سناديب دي وقاعد أشوف هم قاعد يسوي شنو طبعا. واخر حاجة عملتها اليوم ده ان انا مشيت للصالون عشان اعمل باديكير، دلع نفسي كده في نهاية اليوم، ومش اعمل لنفسي باديكير ومانيكير والحاجات الحلوة دي كلها. وبكده نكون خلصنا الفيديو. اذا عايزين فيديوهات زي دي تانية اكتب لي في التعليقات تحت. و I love you guys. Bye.